السلام عليكم، أهلا بكم في قناة ميلاد دولة جديدة. اليوم سأقدم لكم مقارنة بين أطول ناطحة سحاب في العالم وأطول ناطحة سحاب بإفريقيا. برج خليفة في دبي بالإمارات. برج خليفة هو أحد المعالم السياحية التي ميزت مدينة دبي والوطن العربي كله في العصر الحديث، وظل لفترة طويلة أطول برج في العالم، كما أنه مزار سياحية ليس فقط لسكان الوطن العربي ولكن للعالم كله، لما يقدمه من وحدات تجارية حقائق سريعة عن برج خليفة. اشترك في بناء برج خليفة أكثر من 380 مهندساً وعامل بناء. استغرق بناء برج خليفة 6 سنوات، حيث بدأ العمل فيه عام 2400 وتم افتتاحه عام 2100. صمم برج خليفة المعماري الشهير أدريان سميث، والذي قام بتصميم أشهر المباني في العالم، منها فندق دونالد ترامب بأمريكا. يعتبر برج خليفة أطول بناء في تاريخ البشرية. نبذة عن البرج الأيقوني. البرج الأيقوني هو أحد المشروعات التي سيتم افتتاحها قريباً في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون تحفة معمارية ومبنى متكامل من الخدمات، ويعتبر مزاراً سياحياً مميزاً وأحد معالم العاصمة الإدارية في التاريخ الحديث. تصميم البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية. صمم البرج الأيقوني من وحي الطراز المعماري المصري القديم والفن الزخرفي، فالبرج يحاكي شكل المسلة الفرعوني الشهير من حيث النسب والأبعاد، والتي تعتبر إحدى الرموز المهمة في الحضارة المصرية القديمة. ولاستكمال الشكل المصري للبرج، تعتبر القنوات التي تربط زوايا المشروع بسطح الأرض مثل شريان نهر النيل. أما واجهة البرج فتشبه تصميم زهرة اللوتس التي كان لها معنى الحفاظ على البيئة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.